مساء الخير. هعمل معاكم النهارده الحواوشي البلدي بكل سهوله بخلطه او حشوه حلوه جدا جدا بطعم وريحه فعلا هيقلبوا البيت احلى من بتاع بره 100 مره. وان شاء الله لو مشيتوا معايا على الوصفه تمام هتجربوه هيعجبكم. كم مقرمش وفي نفس الوقت الخلطه من جوه مستويه وطري شويه، بجد كان روعه. معايا هنا 300 جرام من اللحم المفروم مفهوش دهون. بعد كده ضفت بصلتين متوسطين متقطعين مكعبات، واتنين فلفل رومي مكعبات، وطماطمايه من غير البذر ولا القشر برضو مقطعاهم مكعبات، يعني لحم الطماطم بس. بعد كده فص متوسط كده من الثوم المفروم. وعشان انا ما عنديش دهون في اللحمه هضيف معلقه كبيره من السمنه البلدي، ممكن نضيف ليا وممكن اي دهون موجوده، ممكن كمان نجيب اللحمه فيها نسبه دهن من الاول. ومعايا بهارات ملح وفلفل وكزبره وكمون وبابريكا و7 بهارات. وكمان معايا مكعب من اللحم البقري من ماجي هفضيه عليها، بجد هيديها طعم حلو جدا جدا ومختلف. بنفس الشكل كده هبدأ بقى اعمل الم في الخليط لحد ما يتكون معايا خليط، يعني يبقى متجمع مع بعض. اعجن فيه كده بالشكل ده. بعدين هوسع كده مكان في الحشو عندي، وكنت مسخنه فحم على النار، وهضيف بقى ورقه فويل وفيها كمان شويه صغيرين كده من الزيت، وهضيف الفحمية عليهم اهو بالشكل ده كده. هندخن اللحمه قبل ما تستوي، الخطوه دي بجد حلوه جدا وبتدي طعم وريحه روعه للحمه فعلا. اول مره اجربها وفعلا عجبتني قوي، ممكن كمان نعملها في الكفته. وغطيت عليه لحد ما قطعه الفحم اتطفت تماما، وبعد كده اديته بقى تقليبه، وهبتدي اجيب العيش عندي. هفتح رغيف العيش بالشكل ده، ممكن نفتحه بالمقص او بالسكينه، بس عادي انا قلت افتحه يعني بايدي مفيش مشكله. وكمان يا ريت لو العيش يبقى الرغيف نفسه يبقى تخين شويه او مليان شويه، عشان الرفيع دوت يعني العيش بيبقى خفيف جدا. ضفت بقى حشو كده، وهبتدي ان انا افرده في الرغيف على قد ما اقدر بمعلقه او بايدي كده بنفس الشكل دوت، وهزود على حسب ما انا عايزه. اهو بنفضل نضيف لحد ما نوصل للكميه اللي احنا عايزينها. ومعايا شويه بقى من الجبنه الموتزاريلا هضيف كده، ممكن نستغنى عنها خالص مفيش مشكله. وكمان شويه من الزيتون برضو ممكن نستغنى عنه، بس اضافه حلوه. وهكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده. حطيتهم في صاج مدهون بالزيت، وهدهن برضو الوش كله بالزيت، وكنت مسخنه فرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. وطلع معايا بالشكل دوت، حوالي قعد تلت ساعه بالكتير قوي قوي من غير كمان ما اشغل الشوايه. مقرمش من بره والخليط تحفه من جوه، وكمان كان طعمه رائع. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم. شكله روعه.